بسم الله الرحمن الرحيم. العقل بيتفاعل مع الصور. العقل بيفهم الصورة ما بيفهمش الكلمة. فلو انت عندك مشكلة مثلا ان انت بتنسى كتير، لازم تستخدم الصورة عشان تثبت المعلومة جوه عقلك. يعني لو انت بتنسى اسامي مثلا، خلينا نتخيل كده ان انت قابلتني في مكان، انا اسمي ايهاب فارس، انت مش عايز تنسى اسمي، فوانت بتسلم عليا تسلم عليا بالطريقة دي: اسمك ايه؟ ايهاب. تقول ايهاب وتقف ثانيتين: ازيك يا ايهاب، عامل ايه؟ الثانيتين اللي انت بتقف فيهم دول من ساعة ما بتقول ايهاب ازيك يا ايهاب، بتبدأ تتخيل صورة جوه عقلك ليا. يعني انا اسمي ايهاب فارس، معلش الصورة هتبقى غريبة شوية، بس هو المخ بيفهم الصور الانتنس، الصور القوية، ما بيفهمش الصورة العابرة. فايهاب فارس، يبقى تتخيل ايهاب ده كأنه قاعد فارس بالظبط، قاعد على حصان. اوكي، تخيلني بقى ماسك سيف، تخيلني في ميدان معركة من بتوع زمان. شايف الصورة قوية ازاي؟ انت تخيلتني كفارس في معركة. الصورة دي المخ عمره ما هينساها، لان انت دلوقتي عرفت ان الراجل ده مربوط بالصورة دي. اول ما هتشوفني بعد كده، شفتني بعديها بيومين 3 5 10، انت هتسلم عليا هتقولي ازيك يا ايهاب، لان انت الصورة الذهنية ليا قوية جوه دماغك، فعمرك ما هتنساني. دي طريقة ان انت ما تنساش اي حاجة، بالذات الناس اللي بتنسى الاسماء. اوكي، الطريقة دي بقى انت ممكن تاخدها بالظبط وتبدأ تستخدمها وانت بتقرأ القرآن وانت بتتدبر. اوكي، فكل آية انت بتقراها تقدر تعمل لها مشهد جوه دماغك، والمشهد ده حاول دايما تخلي المشهد ده تنفعل معاه قوي، وتخلي المشهد ده صورته قوية جدا بالنسبة لك، فما يروحش من دماغك خالص. دي طريقة تقدر تستخدمها في الدنيا لو مش عايز تنسى اي حاجة زي اسامي مثلا، وتستخدمها وانت بتتدبر القرآن، ان انت تتخيل المشاهد بصورة ذهنية قوية، فعقلك ما ينساهاش. اوكي، وهتفضل تتذكرها على طول. فدي طريقة كده، ده تكنيك انت تقدر تستخدمه في حياتك، وتقدر تستخدمه وانت بتتفاعل مع القرآن. ويومكم حلو ان شاء الله.